يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء السكر، يا الزيادة. منورين يا كنوز هم منصور، منورين الدنيا كلها. وحشتوني كتير 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 كتير. حطي لايك يا مضروبة، حطي لايك يا اختي عشان عندنا حبة دردشة كده، هندردش فيها كده شوية مع بعضينا. عن مين يا سوسو؟ اللي هيجي في طريقنا، اللي هيجي في طريقنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حماتي يا نينا دلوعة عليا. هنتكلم عن هي وهي الحما وزوجة الابن. الفترة اللي فاتت، الكتيرة اللي فاتت، نسبة الطلاق بقت عالية قوي 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 قوي. النسوان كلها بتطلق. خراشي ليه يا اختي؟ ليه يا اختي مش عارفة تعيشي في بيتك؟ علشان تدخلات الحما وتحكمات مرات الابن، واللي مش طايق مراته، واللي مش فاهمة تعيش ازاي، واللي مش عارفة يعني ايه بيت، ويعني ايه زوج، ويعني ايه مسؤولية، والأم اللي بتتدخل في شؤون ابنها بطريقة اوفر شوية. يعني خفي يا ست الكل، خفي كده. الدنيا دي عايزة بس اللي الناس تفهمها شوية علشان تعرف تعيش. يعني مثالا 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 يعني انا جوزي اخدت انا وهو عين امبارح. والله يا مضروبه، قلتها لك عشان احكي لك الحكايه دي. الراجل يا اختي قام من النوم العصريه، قال لي تعالي يا سوسو يا نور عينيا، اسقيكي قهوه بره واغير لك جو وافسحك. قلت له مالي يا اخويا؟ قمت كده ضربت الحته اللي على الحبل، الحته السوري كده، العبايه السوري، ولبست الكعب العالي وانا رجلي وجعاني وما بحبش الكعب العالي اليومين دول. كنت زمان برنسيسة البس الكعب العالي ده وامشي اتمخطر. دلوقتي البس الكعب العالي ابقى عايزة اول ما اطلع من باب البيت اقلعه وامسكه في ايدي. والله العظيم يا اختي، ايشي وجع في الركبة، وجع في الايد، وجع في كل حاجة. المهم يا حبيبة قلبي، واحنا طالعين الله ينور، وشي واحدة تقولك بسم الله ما شاء الله، ايه العسل ده، ايه البصل ده، ايوه ايوه. على يختي ما وصلنا الشارع وصلنا اسم الله عليك لحد الكافيه، كلنا ببعض. والله العظيم كلنا ببعض يا حبيبة قلبي. وسبت ومشيت، لا شربت قهوة ولا شربت حاجة، واتخاصمنا واتخانقنا. والله. بس الامور تعدي، انا بعديها. ليه؟ عشان هو دلوقتي واقف جنبي وسامعني. انا بعدي الامور علشان عايزه اعيش. انما لو مش عايزه اعيش كنت رجعت لميت شنطه هدومي ورحت لابويا اللي وحشني. ابويا وحشني قوي قوي والله العظيم يا مضروبه. نفسي اروح واقعد معاه كده واشوف، ان شاء الله هروح واشوف. الامور محتاجه شويه فهم، والفهم ده كان المفروض من الاساس تعلمه الام لبنتها وهي في بيتها، ان هي مش رايحه الراجل علشان تنفذ رغباتها هي وطلباتها هي، وان امه دي مش عائق على قفاها وحمل على قفاها. لا، دي امه اللي ربته وكبرته وخلفته. ويعني حتى لو ليها بعض التحكمات تعدي وتتعامل معاملة الأم، مش تبقى اسمها الحما ونبقى بقى شايلينها كده وزعقين بيها ومش طايقينها. يعني حما دي حما دي حما دي حما، ونقعد طول الوقت كده دي الحما كده. لا، دي أم الراجل اللي خدك وجابلك بيت وستتك فيه واتكتبتي على اسمه، وهتعملي بيت وعيلة بسبب. هي كانت من بعد ربنا سبحانه وتعالى الوعاء اللي ربنا أذن إنها تتشال فيه، وربته وكبرته وطلعته لك راجل علشان تيجي انت في الآخر تاخديه. وعلى رأي المثل يا مضروبة، ربي يا خايبة للغيبة. أصل أنا عندي 3 صبيان، فإذا أنا خايبة وهربي للغيبة اللي أكيد واحدة منكم هتيجي تاخد كده تلقط الواد كده ابني وتروح كده قاعدة متحكمة فيه وتقول له امك اياك يا مضروبه اللي هتاخد ابني، تقول له هناك كده عليك كده انا حما. انسي كل الكلام اللي هقوله ده. لا لا لا، سكي زماي حبيبه قلبي. احنا محتاجين نفهم ولادنا اكتر يعني ايه بيت، يعني ايه مسؤوليه، وان انت رايحه الدنيا فيها مسؤوليه، مش رايحه تتدلعي، رايحه تفتحي بيت، تشوفي اهتمامات زوجك وتشوفي ايه راحته وتمشي على قده، تمشي على قد حاجته، وما تبقيش زنانه، وما تبقاش طلباتك ملهاش لازمه واوفر، وما تبقيش مستحمله وجود امه او ابوه، او ان هو يبرهم او يروح لهم او يسال فيهم او ياخدوا من بعض ماله، وتبقى قاعده على الواحده
بتروح لامك وبتدي لامك وبتدي لاخواتك البنات. طب وايه المشكله؟ ما هو لازما البني ادم يبقى بر باهله، ما هو لازما يبقى ليه خير لاهله عشان يبقى ليه خير ليكي. الايام دي تبصوا تدوروا على كل اسباب الطلاق تلاقوها اسباب تافهه جدا جدا جدا، ملهاش او يعني اسباب تعدي. طب ما بتعديش ليه؟ عشان الام ما قعدتش مع البنت وقالت لها لازم تعيشي ولازم تستحملي ولازما وديكي بتشوفي ابوكي. كانت زمان امي الله يرحمها تقول لنا كده: اقعدوا في بيوتكم وديكوا شايفين ابوكوا عصبي وبيزعق، مش كل واحده تقف لجوزها على الواحده، مش كل واحده تقول لجوزها انا عايزه، عيشي على قد ظروف جوزك، ما تقفولوش كده وما تقولولوش كده، وخليكي مطيعه وخليكي مريحه وخليكي كويسه. فاكرين انتوا الفيديو اللي طلع البنت اللي ضربت حماتها في وجود امها على السلم؟ فاكرين انتوا الفيديو دوت اللي نشره ابن الست علشان يثبت؟ لان هما كذبوا وقالوا لا انا يعني لما المشكله حصلت ومرات والحما لما ابنها جه قالت له مراتك ضربتني وراح يعاتبه ويحاسبه، قالت لا ما ضربتهاش دي كدابه مش كدابه. فعلشان بقى يعني يبين لهم الحقيقه قرر ان هو ينشر الفيديو على الدنيا كلها، الدنيا كلها تشوف الحقيقه، وجاب الكاميرات بتاعه المراقبه ونشر الفيديو عشان يثبت حقه وحق امه. دي كانت من الحاجات المسيئه جدا اللي احنا وصلنا لها، ان مرات الابن تمسك الحما تضربها. يعني انتوا عارفين دي حما، بخلاف بقى الحما دي ست كبيره وانت عيله صغيره. يعني عيب جدا جدا ان حتى لو غريبه عنك ما تعرفيهاش خالص ان انت تمدي ايدك عليها او تقفي قدامها او تهاتي قصادها. دايما لما بتبقى في ستات كبار بيقعدوا يزعقوا لنا او يختلفوا معانا ويكلمونا بحديه ويقولوا لنا الفاظ، نرد نقول لهم احنا مش هنرد عليكم عشان انتوا ناس كبار. عيب، اغراب اهو، مش هنرد عليكم علشان انتم ناس كبار، ما نقدرش نتكلمكم عشان انت زي امي، في مقام امي، في سن امي. فالسن الكبير والناس الكبيره المفروض ان ليها احترامها سواء نعرفهم او ما نعرفهمش. ده المفروض من الاساس كده، حاجه ملهاش يعني مفيش فيها نقاش خالص. والحما اللي انت بتبقي مش طايقاها دي الام، ما هي ام برضه. فانت لو عملتي حماتك دي كانك بتعاملي امك وتعدلها وكل لقمه حلوه تجيبيها لها هتدعيلك وهتفرح بيكي وهتحبك وهتبقى تدعيلك. ودعوه الام في الكم زي ما بيقولوا دي من امثالنا الشعبيه الجميله، ودعوه الحما في السماء، يعني دعوه الحما مستجابه اكتر. ليه؟ لان امك في كلا الحالات هتدعيلك. اصل هي الام اولادها حلوين ولادها وحشين هتدعي لهم هتدعي لهم. انما الحما لما بتدعي علشان اتعاملت معامله حسنه، اتعاملت معامله كويسه، فدعوتها بالنسبه لك على طول على فوق على السما. زوجي قرر ان هو غضبان ومقموص وسخن لنفسه اكل وقعد قدامي على السفره قصادي الناحيه التانيه اهو ياكل، ها اقطع اللايك يا مضروب، اعملي نفسك مش واخده بالك زي كده. المهم كنت مع جدة اولادي بنختلف بنتخانق بنزعل بس مش بنزعل نتخاصم يوم واثنين وثلاثه واربعه، لا بنزعل وقتياتها كده. وبعدين اقعد انا كده وافكر كده مع نفسي، ست كبيره زي امي، يعني انا لو امي قالت لي الكلمتين دول هرد عليها مثلا؟ يعني انا لو امي قالت لي روحي يا مشكوكه روحي يا مضروبه يا قليله الادب، يعني تخيلي نفسك واقفه قدام امك وامك بقى غلطانه او مش غلطانه جابت من تحت رجليها وحطت على راسك، هتعملي ايه؟ هتمدي ايدك على امك؟ هتردي لامك الاهانه بنفس الاهانه او الشتيمه بنفس الشتيمه او الفعل بنفس الفعل؟ لا. فاعتبري الحما دي امك. شافتك مثلا بتدلع على ابنها، نفسويتها اتضايقت شويه، حستك كده مقصره في حق ابنها شويتين، جت كده يخشي قلبها كلها على ابنها وقالت كلمتين، عديهم يا حبيبه قلبي وما تقفيش للوليه على الواحده. حاكم في كلا الحالات هي الام هتغير على ضناها. ليه؟ لان هي كانت هي شايفاه، هي اللي كانت بتربيه وهي اللي كانت كبرته وهو اللي كان الحب ما بينه وما بينها صافي، ما فيش حد واخد منه حاجه. فالام بتعتقد ان لما الابن بيتجوز الحب بقى والاهتمام بالنسبه لها بيقل، فطبيعه البشر هتغير هتزعل. احنا هنروح للحما دلوقتي يعني لو يا حما تطمني وتقعدي وتقولي سوسو بتدافع عني، انا هدافع عنك في الصح، اما الغلط هقول لك هو يا اختي غلط. فروايه كده هنروح للحما هنروح لها تمام، بس الحما لازم نتكلم عنها
بصفة اكبر في حقوقها، علشان لازم الحياة تمشي. واحدة بتطلق ان جوزها بيروح عند اهله كتير، واحدة بتطلق ان جوزها ما بيصرفش عليها كويس، واحدة بتطلق ان جوزها مش مهتم بيها ومش بيدلعها ومش بيهشتكها ومش معرفش ايه، واحدة بتطلق من جوزها علشان رامية ودنها وليل نهار عايزة اروح عند امي واجي من عند امي. لا يا حبيبة قلبي، انت اتجوزتي مش عشان كل يوم رايحة جاية عند امك، انت اتجوزتي عشان يبقى ليكي بيت زي كده، تقومي تشوفي جوزك ويتكل على الله يروح شغله، تحضري له اكله، تعملي له كوبايه شاي، تقولي له بالسلامه، تقومي تروقي، تقومي تنظفي، تقومي تروحي تجيبي اكل، تعملي اكل، تستني جوزك لما يجي، تستنيه بكلمه حلوه، الحمد لله على السلامه يا حبيبي، نورت البيت، البيت وحش من غيرك. في كلا الحالات الراجل بره بيتدلع بيشتغل، هو اصلا بيخش البيت بوزه شبرين 3 4 5، يعني مش هيخش يختي عليكي، ماسك لك يختي ورديايه في ايده. اما الرجل هنتكلم عليه في حته تانية، في فيديو تاني مش دلوقتي، ولكن انا برضو بعرفك ان احلامك الورديه اللي انت بتبقي رسماها وانت قاعده في بيت ابوكي تستنيه اختي لما يجي وهو يتبرفن قبل ما يجيلك ويقول لك بحبك وتقولي له بحبك ويقول لك دنيتنا هتبقى حلوه، هو ما فيش الكلام ده ضحك على الدقون. هو اول اسبوع دنيتك هتبقى حلوه، وبعد كده تبقى الدنيا العاديه مش هتبقى وحشه، يبقى فيها حلاوه تانية. بس تصبري لما تجني، ازرعي عشان تجني. انت لسه داخله البيت ده تزرعي فيه، تبني فيه، فهتجني، والحلاوه هتيجي واحده واحده. الحلاوه لما يبقى ليكي بيت مستقر، الحلاوه لما تبقي عايشه هاديه وراضيه، الحلاوه لما تبقي مقتنعه ان انت ست، وان الست المفروض واجباتها ان هي تعيش في قلب البيت دوت، ومش كل شويه انا رايحه عند امي. امك ليها وقت تروحي عندها وتشوفيها، ولو هو راضي وهادي وقال لك كل يوم روحي عند امك تمام مفيش مشكله. انما لو لقيتيه بقى مزمزق كده ومش كل يوم رايحه عند امك، ما تقفليش على واحده وتقفي في راسه لا الا امي، يا حبيبي، احنا ما اتفقناش على كده. لا يا ست الكل، ما هو برده ما فيش في العقد الجواز او في قايمه الجواز اني مكتوب تروحي لامك كل يوم. امك تروحي لها وتوديها وتزوريها، بس تبقي مخصصه وقت ليكي تروحي فيه، يوم في الاسبوع تروحي فيه يومك لامك. ومش لازما تقفي له على راسه تقولوا لازما تيجي معايا عند امي، لان برضو من الاسباب التافهه انها ما بيهتمش، ما بيروحش معايا عند مامتي، عايزني اروح لوحدي. ما تروحي لوحدك، انت عايزه منه ايه؟ بيروح لاصحابه، ما يروح لاصحابه، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ هو انت يا وليه ورثتيه؟ يا بت ما انت ما ورثتوش يا بت، يا بت ده راجل، والراجل ما بيعرفش يتربط بالطريقه دي، اربطيه بطريقه تانية. يجي طالع كده يا حبيبي ما تعوقش عشان عايزاك في موضوع، عايز اقعد معاك شويه، تلطفي له البيت، بيحب النسكافيه قول له بقى تعالى نشرب 2 نسكافيه على قد ظروفكم، يعني ظروفكم حلوه وجميله، اعملي له اكله حلوه، اعملي له حاجه حلوه، خليكي حلوه، خليكي حلوه علشان تعيشي. وما تقفلوش تقولي له انا عايزه وعايزه وعايزه وعايزه، لا، رويدا. اعرفي حدودكم وامكانياتكم ايه وتعيشوا على قدها، ودايما تبقي رؤوفه عليه في ان انت ما تفضليش تضغطي عليه ان هو ما معهوش. طالما الراجل بيشتغل وبيجتهد ومش قاعد في البيت مبلط، وبيقدر انه يطلع يعمل كل ما في وسعه عشان يجي يجيب لك قرشين، ما تقعديش تقولي له بص جوز اختي اصله جاب لها، بص مرات اخويا اصل اخويا عمل لها. ما تبصيش لحد، اللي بيبص لعيشة غيره عيشته بتصعب عليه وما بيبقاش طايقها. بصي لعيشتك وقولي ان الحمد لله انت واخده ال 24 قيراط بتوعك. ربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل، كل بني ادم فينا واخد حقه، انا واخده حقي وانتي واخده حقي، والراجل الكويس اللي قدامي ده واخد حقه، والست ده هانم اللي جنبي دي واخده برضه حقها، وكل بني ادم فينا واخد حقه، بس واخدينه مشكل، واخدينه مشكل. كنت في زمن من الزمن واخده حقي، قاعده مع اولادي وفي وسطهم ومعاهم وعيله وزيطه ولمه، بس كنت في حاجات تانية ناقصه. لما حصلت ظروف، انا دلوقتي ولادي بعيد عني بس برضه واخده حقي، واخده حقي يمكن في راجل كويس بيراعيني بياخد باله مني. في مشاكل بتحصل، في مشاكل بتحصل، بيقتم عليا اوقات كتير، بيقتم عليا اوقات كتير، بس مش معنى كده ان انا مش واخده حقي، لا، واخده حقي. لما اقعد كده واهدى كده وابص للامور بالراحه اقول لا انا واخده حقي. يمكن هو اصلا ما فكرش كويس في نفسيتي، يمكن هو مثلا ما فهمش انا عايزه ايه،
ما تقعديش ما فهمش. انا بقول لنفسي خلاص ما تعدلوش على الواحده، يعني الله يصلح حاله شويه وبتهدي عشان الامور كده تبقى سلسه وتبقى حلوه وتبقى جميله والدنيا تبقى تمام والحياه تستمر. الراجل بيبقى دايما عايز الست اللي دايما تبلع وتسمع وتستحمل، تستحمل امه وتستحمل اخواته وتستحمل ابوه وتستحمل ظروفه. وسبحان الله ربنا خلق الست عندها القدرة لكل الحاجات دي، لان ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا خلق كل بني ادم وعارف قدرته وطاقته، وخلق الراجل ليه طاقة والست ليها طاقة. طاقتنا أكبر من طاقة الرجال بكتير، بنتحمل الألم أكتر من الرجال ب10 الأضعاف. يعني الراجل لو عنده صباع وجعه انت ممكن قصاد الصباع اللي وجعه ده تبقى انت مثلا عندك تعب جامد قوي، انت متماشيه بيه وهو مش متماشي بصباعه، ماسك صباعه وقاعد لك كده عيان طول الوقت، عايزك تخدميه وتاكليه وتهننيه وتدلعيه. فاذا انت ربنا خلقك علشان تمتصي كل الحاجات دي وتستحملي كل الحاجات دي. فلو عملتي حماتك بطريقه كويسه الدنيا هتبقى كويسه. هتبتدي هي بقى اللي تدافع عنك، وتبتدي هي بقى اللي تقف قدام ابنها بدالي في اي حاجه يزعلك فيها. انت مالك ومالها؟ انت مزعلها ليه؟ ما تزعلهاش. انا اللي هقف لك لو سمحت، لو سمحت سيب الفلوس لو سمحت. فاتحه الكاميرا، هحط عليك هنا عشان فاتحه الكاميرا في حوالي 25 جنيه على السفره. اكتر سيبهم برضه فلوسي غلابه. انت جايبه فلوس منين؟ دي فلوس. احنا فاتحين فيديو يا فندم علشان ما يبقاش بدل ما يبقى فيديو نهدي الناس فيديو نتخانق. لو سمحت تاخر لي الطبق ده شويه بعد اذنك يا لو سمحت. سيب الفلوس يا فندم، سيب الفلوس بس. كتر الف حضرتك بقى قاعد بتناكد فيا ليه على الصبح؟ انت مش المفروض مقموص وغضبان وسخنت لنفسك اكل وقاعد بتاكل؟ ايوه انا ما بنكدش فيكي، انا هاكل واقوم انام. طب اتفضل كل وقوم نام. اصل احنا دلوقتي الصبح الساعه 6 الصبح على سهام دردشه هاخدكم اوريكم الشروق الجميل والصباح الجميل. بس انا صحيت الساعه 2 قلت والله العظيم ما انا نايمه، انا هفوق كده وافوق. في نوه؟ ابتدت بالليل امبارح. ايه ده معقوله؟ في نوه النهارده. بس انا 3 ايام كنت متخاصمه انا وزوجي. اصل طبعا النوه يا جماعه بجمله الدردشه الشتاء بيبقى فيها 18 نوه من اول ما يبتدي موسم الشتاء ورا بعض، يعني ما بنلحقش اسبوع. تيجي النوه كده 3 ايام يا دوب نعدي 4 ايام وتبتدي النوه الثانيه 3 ايام ونعدي 4 ايام. دي النوه نمره 2 في الشتاء. فدي النوه رقم 2 في الشتاء. فاحنا يا دوب النوات دي بقى يعني في نوات بتعدي بسلام وفي نوات تعدي بقى مش قادره اقول لك بسيول، ولكن في كلا الحالات اسكندريه جميله في كل حالاتها. يعني هي بس مشكلتنا احنا كسقعه العظم، بس انا السقعه بتضايقني. بس الشقه هنا عايزه اقول لكم دافيه بسم الله ما شاء الله. شقه هنا دافيه عشان نازله لتحت كده وفي الاخر والبيوت محوطاها دافيه. هو بس الباب اللي ورايا دوت طول ما مقفول هي دافيه. الباب ده لو اتفتح يجيب ملقف نطير كده، يعني كده نطير. فاحنا قافلينه عشان كده، ولكن الشقه تحت دافيه مش زي الشقق اللي نحس فيها كده بالتلج. او يمكن احنا لسه ما رحناش للمرحله دي، يعني هنشوف الشتاء هتمشي معانا ازاي في المكان ده. طبعا بقى بصوا بقى غضبان وطبعا في حبه الايه الجنيهات دول، مع اني عايزه اقول لكم والله العظيم بجمله الكلام عشان تعرفوا حقيقي هو كان مزعلني، بس انا رجعت من بره غضبانه وما كانش معايا فلوس. الفلوس دي كانت هنا ومشيت مشوار على رجلي وانا لابسه الكعب العالي ورجلي وجعاني، فجايه متضايقه جدا. وجيت على المغرب، كان الوقت ده كان ما بين العصر والمغرب. احنا اول ما رحنا الكافيه عند البرازيلي هو عامل قعده وبيبيع بن وكده، قلنا نروح نشتري بن وقال لي تعالي اسقيكي قهوه. تمام اقول لكم انا بقى ماشي، احكي لكم بقى الباشا اولا ماشي في الشارع كل شويه يقف ويكلم الناس وانا ماشي. دي كانت اول بدايه الزعل. الكعب مضايقني وانا واقفه رجلي وجعاني. بصوا انا مش هخش في التفاصيل العميقه، خلونا في موضوعنا. المهم الحمد لله ان هي دي الفلوس كلها. انا هودي ما كانت قصادي قلت يعني 20 جنيه باصص فيه واللي بتوعي. شكلهم بتوعي شكلهم ايه وانت عارف شكلهم منين؟ شكلهم كانوا في جيبي اول امبارح.
دول كانوا في جيبك اول امبارح؟ ايوه عارف شكلهم كويس قوي. ما كانوش في جيبه والله، دول باقي حاجات فلوس فكه، باقي حاجات ايه بقى؟ باقي حاجات. ايه الحاجه الساقعه اللي مصطفى جابها يعني؟ وكنت واخده فلوس حاجه ساعه منين؟ من جيبك. طيب يبقى الباقي بتاعي بس ما دخلش جيبك، بس انا خدته. الباقي اللي رجع بقى، اللي بيرجع باخده. اساسه بتاعي بس خلاص. يعني انا كنت هاخد فلوس بتاعتي عطاري، كنتش برمي بلاقي عليكي ولا كي بعمل بيتك حاجة. يستمر وكي حياتك تبقى سعيده، نفضش. والله اسلم الطريق للحياه الكويسه ان انت تكبري دماغك، تنفضي، ما تدقيش، ما تركزيش مع الرجاله. والله العظيم ما يتركزي معاهم يا حبيبه قلبي. ليه بقى؟ لان هما يعني كائنات غريبه شويه، فلازم تستحمليهم بما انك بتحبيهم. ولكن المشكله ان بيبقى برضو الازواج فيهم عيوب، برضو هما بيبقوا طرف كبير قوي 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 قوي. في الموقف ده مين اللي كبر دماغه؟ حضرتك؟ انا اللي طب احنا كبرت. حضرتك أنا قلت مش اللي هنتكلم كبرت. في الموضوع. أنا لو اللي كنا هنتكلم لا هما لا، في موقف يحكموا. الفلوس ده دلوقتي حالا. الفلوس، موقف الفلوس. انا اللي كبرت دماغي ومشيت عشان المشاكل. تمام. فين تكبير الدماغ؟ الفلوس بتاعتي وانت بتقولي لي ايه؟ لا انا دي بتاعتي انا. تمام. طب بعد اذن انا حضرتك، كبرت. بعد أنا اذن كبرت دماغي حضرتك وسبتك ومشيت. ماشي اوكي. بعد يبقى اذن، انت كده اللي كبرت دماغك. ماشي بعد اذن حضرتك هات فلوس. فلوس ايه؟ فلوس فلوس معاك ايه؟ ليا فلوس، انا عايزه فلوس، هات فلوس. معاكي كتير الحمد لله. شفتي بقى؟ قال انا اللي كبرت دماغي. طب ما انا في كلا الحالات لما اقول لك عايزه فلوس هتديني، ما هي الفلوس اهي، خليها. هنحتاج لها دلوقتي، هنخرج نجيب حبه اشياء هنحتاج. والله العظيم عارفين اقول لكم حاجه، اي فلوس تتصرف في بيته للاكل وللشرب ليه، يعني في الاخر لفه الدنيا راجعه له، بس بعيد عني. المهم تبقى في جيبي. المهم تبقى في الإقامة جيبه. بتاعتي تبقى في جيبي. المهم تبقى في جيبه، وانت جيبك ما يبقاش فيه اي حاجه. لا مين ده كده؟ الامور كده. شفتي بنتخانق ونتصالح في نفس ذاتك الوقت. كل احتياجاتك وجايبه. كبري كبري كبري، ما تركزيش والله مع الرجاله، بيشتتوا افكارنا وبصوا مقرفين ومتعبين. بس نعدلهم لان مش الحياه كلها هق ومق ودلع وشخلعه. حياه شويه جد، شويه ضحك، شويه مسؤوليه، شويه نراعي الناس اللي حوالينا، وما نقعدش فوق راس الراجل ونقول له كل حاجه لا 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 لا. بتريح. بتريح. كنت زمان اسمع كانت حد يقول لي، يعني انا مش قادره اجيب الموضوع كويس، بس كانت في مشكله واتضايقت جدا، وقلت انا مش هسكت، انا بعد كده مش هسكت تاني. فلما قررت ان انا ارد، بدات الاهانه بدل ما تبقى كلمه بقت 300 كلمه. فردت عليا واحده كنت بحكي معاها، فقالت لي طب وانتي لما اتقالت لك اول كلمه رديتي ليه؟ طب ما انت كنت سمعتي اول كلمه وشكرا. طب انت لما رديتي سمعتي كام كلمه فوق الكلمه اللي مضايقاكي؟ بعد ما كانت كلمه بقت 300 كلمه. انت كلمه وهي كلمه، او انت كلمه وهو كلمه، وانت كلمه وامه كلمه. انما لما الكلمه تكبري وتعدي، تعدي كتير. او رايحه فين يا دودو؟ تعالي. عدي للحما، لان الحما دي ام في الاول وفي الاخر. طبطبي عليها، ما تحرمهاش من كد ابنها او رزق ابنها او فلوس ابنها. ولو لقيتي زوجك مقل او قاسي شويه او مش بيحب يروح او انت خليكي زوجه كويسه. روح لامك ود امك. ولما تيجي تلاقي جوزك مثلا من بعض الحاجات اللي مثلا انا عايزه ادي لامي كذا، يعني يبقى مثلا بيسالك الاول كده وتحسيه ان هو مثلا لا لو عايز يعمل حاجه كبيره وشايف في حاجه متأزمه، قولي له وماله. ليه بقى؟ لان ربنا سبحانه وتعالى، وخليكي مقتنعه بالكلام اللي انا بقوله لك ده، ان ربنا سبحانه وتعالى هيعوضه اضعاف اللي بيعمله مع امه وابوه، وكله في الاخر هيعود ليكي ويكد ليكي وهتاخدي، وربنا هيديكي بكمان بزياده، زائد ان اللي انت بتزرعيه تحصديه في عيالك لما يكبروا ويتجوزوا هتبقى ستاتهم هيقولوا نفس اللي انت كنتي بتقوليه، الكلمه الحلوه. هتبقى مرات ابنك بتعاملك كويس، هتبقى مرات ابنك مش واقفه فوق راس جوزها وتقول له لا، امك لا، اختك لا، تقوليش لا، مش دورك.
مش دورك بجد. عايزه ادي لامي ما يدي لامه، عايزه ادي لابويا ما يدي لابويا، عايز يساعد اخته ما يساعد اخته، عايز يساعد اخوه ما يساعد اخوه. ده المساعده نفسها في حد ذاتها للاغراب حاجه كويسه، ربنا بيكرم بزياده، فما بالك الاب او الام او الاخ او الاخت. ما تبعدهوش عن صلة الرحم، وعن انه يفرح اهله، وعن انه يدي اهله، وعن ان رزق اهله. وانتي دايما خليكي حلوة، وخلي اللي في بيتك ليهم. يعني حلتك مفتوحة لحماتك، يعني اللي هو مش تحوشي عنها الاكل وتستخسري فيها الاكل وتبقي متضايقه وقت ما بتجيلك وتبقي مش طايقاها، اصل هي بتتحكم، اصل هي هتقعد ايه يعني، يوم، ساعه، يومين، اسبوع. هتقعد الاسبوع هتاخد بعضها وتمشي. شيليها على راسك يا ماما. ويا ريت دايما مرات الابن ما تقولش لحماتها يا حماتي، قولي لها يا ماما، ان هي ام. ما هي خلفت لك الراجل اللي هو بيقول لها يا ماما، اللي انت بتحبيه، اللي انت اتجوزتيه، اللي انت ارتبطتي بيه. فدايما تقولي لها يا ماما. تقف قدامك ما تقفيش قدامها. تزعق لك ما يبقى صوتك بصوتها، وما تزعقليش وما تكلمنيش وما تعمليش بلاش الكلام ده. الكلام ده بيفتح مجال كتير. وان الحما بتحس ان يعني هو ده ابني بقى اللي انا جوزته وكبرته. مراته تقف لي كده تقعد تهللي وتقعد ترد عليا وتقعد قصادي وتقعد تقول لي كاني وماني والكلام ده كله، لا، غلط. ويا ريت الامهات تعلم بناتها الكلام ده، ان الحما دي زيها زي، يعني تقعدي مع بنتك كده وتقولي لها الست اللي خلفت لك الابن ده دي الام اللي هي زيها زي. لو زعقت لك في يوم من الايام صوتك ما يعلاش عليها. لو زعقت لك في يوم من الايام ما ترديش الرد عليها. ما تهنتك ما تهنيهاش. بصوا يا جماعه، هو في كلا الحالات ان مش اجباري او فرض على مرات الابن تخدم الحما. هي اذا كانت بتعمل ده فبتعمل ده من جواها، ولكن لازم يتعامل. علشان لو انت عايزه ولاد ابن او نسوان اولادك او زوجات اولادك يعملوا لك ده، اعمليه. لان هي دي الزرعه، بتزرعي علشان تحصدي. مفيش بني ادم بيعمل حاجه وتروح عليه هباء. ما تبقيش شكايه. يعني حصل حاجه ما بينك وما بين امه، طالما حاجه عاديه من الامور العاديه اللي بتحصل في البيت، قالت لك كلمتين، فضفضت بكلمتين، مش اول ما يجي جوزك ويقعد امك قالت، امك عادت، امك زادت، امك سوت، حصل وصل بلاها امه. اي مشكله، اي مشكله. ما تتشكيش طول الوقت. الشكيه طول الوقت واللك لك 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 ده بيخنق الراجل. الراجل عايز يجي البيت يفضي اللي ملاه بره، حتى لو حاجات هايفه وشغل عادي ومشاكل عاديه، بس هو الراجل بيعبي وخلاص. فعايز يجي البيت بقى يلاقي الجو حلو، يلاقي الدنيا هاديه، ما يلاقيش مشاكل، يلاقي لقمته معموله. بس هو الراجل عايز ايه غير كده؟ عايز دنيته تبقى كويسه. فعشان تريحي نفسك اعرفي ان انت داخله البيت ده عشان يا حبيبه قلبي تتهرسي فيه، مش عشان تدلعي، لا يا حبيبتي تتهرسي. فكوني مستعده الى الهرسه. والله العظيم، لان هي الهرسه هرسه يعني. وخلي دايما علاقاتك بالناس اللي حواليكي محدوده. ما تبقيش طول النهار قاعده مع جارتك تلوكي معاها وتلوكي معاكي. ما تضيعيش اوقات المفروض تستفادي بيها في بيتك، تعملي بيها حاجه مفيده. بشتغل يا سوسو وهو بيشتغل وماله. طبيعة الست اللي ربنا خلقها ان احنا بنقدر نشيل اكتر من الراجل. يعني نقدر نشتغل ونرجع نروق البيت ونرجع ننظف ونرجع ناكل ونرجع نضحك وانا اعمل كل حاجة وهو ما يعملش وما يساعدش. والله هو لو ساعد من نفسه الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كان بيساعد زوجته لما بتبقى مريضة. مش ان هو طول الوقت ماسك المقشة واقف في البيت. سيبكم من السوشيال ميديا، واللي بتشوف السوشيال ميديا دي قلة ادب. الراجل راجل، له القوامة، له الاحترام، ليه هيبته. هو الراجل يمسك مقشة ويكنس؟ يمسك مقشة ويكنس ويضرب له تعظيم سلام لو زوجته مريضة ومفيش حد يساعدها؟ يقوم يعمل ده يبقى كتر ألف خيره. يقوم يجيب لها كوباية، يقوم يغسل لها طبق، يبقى زي الفل. لكن مش اللي هو ايه، يساعدني عشان احنا الاتنين شغالين وشقيانين وتعبانين سوا. طب افرض هو ما بيعرفش يعمل حاجة، افرض هو مش عايز يمسك يغسل مواعين. هو في راجل بيغسل مواعين؟ هو في راجل يمسك مقشه ويكنس بيت؟
هو في راجل هيمسك شرشوبة ويقعد يمسح؟ هو في راجل هيمسك هيحط غسيل في الغسالة؟ احنا كنت بيجي علينا اوقات كده، جت علينا وقت كانت بلدنا دي ما كانش فيها سكان، كانت كل البلد اهالي البلد. لما الدنيا بقى اتفتحت شويه وابتدوا الناس يبتدوا بيوت وابتدت تبقى شقق فاضيه ويسكنوها، بقوا يجوا ناس اغراب من بلاد تانية بعيدة عننا، متمدنين، يعني مش زينا، مش زي بتوع البلد. فكنت في مرة من المرات لقيت راجل بيلم الغسيل من على الحبل، كنت لسه عيلة صغيرة. انا بصراحة المنظر ده ضايقني جدا، اشمئزيت، حسيت كده بالاشمئزاز. انا اللي اعرفه اني راجل صراحة يعني، ما لا يلم غسيل من على حبل، يا نهار اسوح، يطلع بلكونة يلم الغسيل من البلكونة الناس كلها تتفرج عليه، وتبقى الدنيا عادي والناس عارفين ان زوجته نزلت الشغل وهو دلوقتي رايح الشغل. لان احنا لما الناس بتعيش حوالينا بنبقى شايفينهم في نازلين طالعين، يعني مش مراته تعبانه ولا حاجه وراقده وهو بقى بيخدمها، لا تفرق بقى، تفرق. ان لما تبقى الست مريضه زوجها يخدمها، ده واجب عليه، واجب عليه، لان الحياه مع بعض في السراء والضراء. انما عايزاه بقى في النعنشه كده وانت حلوه وفرفوشه ولسه عندك 20 سنه في عز شبابك وعز صحتك، عايزاه هو يلم غسيل وعايزاه يمسك شرشوبه يا مضروبه؟ ها، عايزه الراجل راجلك على راي البت بتاعت الفرعون ده عايزه فرعونك يمسك شرشوبه؟ لا، لازما تبقي فاهمه الراجل كينونته ايه وحضرتك كينونتك ايه. انت بتاعت الشرشوبه، وانت بتاعت الغسيل اللي يتلم، وانت بتاعت المكنسه وتمسكي المقشه وتنضفي وتروقي. اللي بيحصل الايام دول على السوشيال ميديا، ناس عايزه تجيب فلوس والفلوس كترت معاهم وشافوا الفلوس السهله بتيجي منين، فتنازلوا عن بعض، تنازلوا عن حاجات كتيره قوي، حاجات ما ينفعش راجل يعملها. انا عن نفسي كسهام اتضايق لو شفت راجل ماسك مقشه يكنس، اتضايق الا اذا كانت دي شغلته، بواب مثلا فماسك مقشه يكنس قدام باب العماره، لكن مش هيخش يكنس لمراته الاوضه. يعني مثلا البوابين، شوف البواب يمسك المقشه يكنس قدام العماره، يكنس مدخل العماره، يكنس سلالم العماره. انما بلاقي زوجته هي اللي قاعده في الاوضه بتروق لنفسها وتروق له تكنس له. هو مش جايب واحده عشان يكنس لها، مش جايب واحده عشان يروق لها. البيت بتبنوه انتوا الاتنين سوا، تبني بيتك انت وجوزك سوا، تبنوه على الحب وعلى المودة وعلى الرحمة وعلى الرضا ما بينكم وما بين بعض، وعلى الاحترام وعلى الثقة وعلى الأمانة. اديله الثقة، ولازما هو كمان يديلك الثقة، ولكن راعي ربنا فيه، راعي ربنا في اسمه، راعي ربنا في بيته، راعي ربنا في ماله راعي ربنا فيه، اسمه اللي مديهولك راعي ربنا فيه، بيته اللي بيسيبك عايشة فيه راعي ربنا فيه. واعرفي ان انت ربنا خلقك علشان تكوني ست في قلب بيت تشيليه من اوله لاخره. مع الوقت هتشوفي الحاجات الحلوة اللي نفسك تشوفيها، هيحبك، هيخاف عليكي، هيهتم بيكي، هيبقى عندك اولاد. الاولاد بتبقى كانها ورده ما بينكم، بتقعدوا انتوا الاتنين تبصوا وتحبوا فيها وتتاملوا فيها. الحب مش كلمات طول الوقت ما بين الراجل ومراته، لا. السفره دي اول ما جبتها كنت فرحانه بيها، يوم واتنين خلاص سفره، اتعودت عليها واتعودت على نفس الكلام. ان الراجل مش طول الوقت هتبقي قاعده قدامه، هو طول الوقت وانت مخطوبه كان بيقولك بحبك، ولما يشوفك وعايز يخرجك لانك كنت بعيده عنه، ما كنتيش في ايده. انما انت دلوقتي بقيتي في بيته، فمش مطالب ان هو طول الوقت يقعد يقولك بحبك 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 بحبك. الحب هيتقال في الافعال، في انه يخاف عليكي، في انه يهتم بيكي، في انه يبقى فاكرك في حاجات بسيطه، في انه يبقى جاي ملهوف لبيته وملهوف لك، في انه يبقى مثلا عايز يفرحك، عايز يعمل حاجه كويسه ليكي. الاولاد اللي هتطلع ما بينكم كلمه حب، تقعدوا تتناقشوا في مواضيع ابنائكم وهتجيبوا لهم ايه وتعملوا لهم ايه. هي دي الحياه، هي دي الحياه، حياه كامله بكل ما فيها. مش ان انا داخله بيت علشان هيقعد يدلعني، هيدلعك هو اول اسبوع، ولو خدت شهر تبقي زي الفل، والله العظيم يبقى ربنا بيحبك. يعني لو اول شهر كده عدى كده في الهق والمق والدلع وطول الوقت قاعد في خلقتك وشبعان منك، يعني
سوري وما بيشبعش منك، يعني دي تبقى حاجه كويسه. يا حبيبه قلبي، هو مين بيقعد وشه في وش حد 24 ساعه ومش هيزهق وهيمل؟ ما تجيش تقولي من اول ما خلص شهر العسل يعني ولا لا عملنا لا شهر ولا نيله. اه والله اتغير. لا هو متغيرش، خلاص مال. مال يا حبيبه قلبي. 24 ساعه انت قاعده في خلقته. قال لك حبك يوم، قال لك حبك يومين، قال لك حبك 3، خلاص حبك برص. خلاص يا اختي، الدنيا عايزه تمشي والراجل عايز يشوف شغله ويشوف حياته. عنده حاجه مضايقاه، في حد مضايقه في شغله، راجع يوم زعلان من شغله. طبطبي، اسمعي، اسمعيه، طبطبي عليه وشيلي هموم واقعدي كده. حسسيه ان انت امه واخته، وحسسيه ان انت البير اللي هيرمي فيه كل هموم، والبير اللي هيرمي فيه كل اسرار. تاخديه سربته تطلعيه بره، ما تطلعيش تعريه قدام حد، اي حد، حتى لو امك، حتى لو اختك، حتى لو اي حد. البيت ده سترة، استري بيتك واستري جوزك. تهيألي اخدت كتير. هي بقى هي الحمل. تعالي يا ست الكل، تعالي جايبه لنا وجع القلب والمشاكل يا حبيبه قلبي. تعالي تعالي لي يما. مش معنى ان انتي خلفتي ابنك وربيتيه وكبرتيه وصرفتي عليه وشفتي معاه ايام وجريتي بيه على الدكتور وعملتي له كل اللي عايز تعمل في الحياه كلها، انك تفكري ان انتي ملكتيه. لا يا حبيبه قلبي، برضه سنه الحياه ان انتي هتكبري علشان توديه بيت، علشان يفتح بيت، عشان يبقى ليه عيال. فما تبقيش متحكمه فيه. يعني طبيعه الحال ان اي واحده وزوجها يقعدوا يناقشوا بعض ويخانقوا بعض ومثلا، يعني مثالا انا رحت عند ابني، قعدت عند ابني يوم رايحه ازوره. اليوم ده بقى هو ومراته كانوا ناقشين في بعض. قال لها كلمه كان امبارح، قالت له كلمه اول امبارح. جم قصاد الاتنين هاتوا مع بعض. يا اما اقول كلمه حلوه وهدي ما بينهم الامور عشان بيتهم يمشي، انما ما اروحش بقى اخرب الدنيا وانتي بتكلمي كده ليه يا حبيبتي وما يصحش يا قلبي. هما اتنين ازواج، هما اتنين مع بعض. وارد الخناقه دي تكون بقالها كام يوم، وارد يكون ابنك كان غلطان ومضايقها، وارد نفسيتها تعبانه شويه. فلا يا حبيبتي، زعلانه من ايه؟ وخديها جنبك كده وطبطبي عليها واعتبريها بنتك مش مرات ابنك. يعني مش العدوه اللي جت اخدت منك الحته الحلوه بتاعتك، لا، دي بنتك. تعالي اقعدي جنبي، لان بنات الناس امانه. مش معنى بقى ان احنا اخدنا بنت الناس وانا ابني ان هو يمرمط بنت الناس. هدي الدنيا وتعالي خديها كده وطبطبي عليها. مالك يا حبيبتي زعلانه من ايه؟ ولو لقيتي ان الامور محتاجه ان انت تهبي في ابنك هبتين، هبي فيه يا اختي هبتين. لا مش المفروض تعمل كده. معلش يا ابني يا حبيبي، خرجها وماله لما تخرجها، وماله يا حبيبي لما توديها لامها. اخرج يا حبيبي معاها، امشي في طولها يا حبيبي، وماله. تكوني ام اللي عايزه تحافظ على بيت ابنها، مش الام اللي تخرب بيت ابنها. مراته قالت، مراته عادت، مراته نايمه طول اليوم، مراته ما بتغسلش، مراته ما بتنضفش، مراته معفنه. ملكيش دعوه، ملكيش دعوه. يتهببوا مع بعض. هم راضيين وامورهم ماشيه، تمشي تمشي. احنا هنا بنتكلم عن حياه كبيره فيها مواويل. هتقولي لي بنت قليلة أدب وكاني وماني، ما هو ما في أمثال كده وفي أمثال كده. بس برضو زي ما بيبقى في نسوان ابن وحشة، في حموات برضو وحش. ما أنا مش يا أختي هطبطب عليكي يا أختي، مش معنى أنتي ست كبيرة إن أنا هطبطب عليكي. سيبوا عيالكم يعيشوا، هدوا أمورهم وطبطبوا على أمورهم، طبطبوا على مشاكلهم، تصغروا منها ما تكبروش منها، عشان الأمور تمشي. خراب البيوت مش حلو، وخراب البيوت دوت بيترسب وراه حاجات كتير، واطفال بتتشرد، واطفال بيبقى بعيد عن ابوها وعن امها. انا ياما بشوف ستات بيتغاضوا عن حاجات كتير قوي عشان ابنائهم الولاد يبقوا عايشين في بيوتهم مع ازواجهم مستريحين. وياما شفت بعيد عنكم نسوان عايزه، حموات عايزه، يعني مش قادره اقول ضرب الشبشب، سواء من النسوان، من ام البنت او من ام الواد. والله لا يبقوا عايزين جلسه ويشبعوا فيها لط. والله العظيم. يبقى هنا علينا ناخد الاتنين دول كده. يا سلام بقى لما يبقوا الاتنين واقفين لبعض الند بالند، ما تبقاش في واحده بتفس وواحده بتنفخ، لا، يبقوا الاتنين بينفخوا عايزين يفجروا كده في قلب البيت اللي اتبنى من ابنها ومن بنتها.
رويدا يخشى على اولادكم شويه. الطلاق والجواز كل شويه الدنيا خاربه، كل النسوان متطلقه ومتشرده ومتبهدله، والعيال مرمطين في كل حته شويه، ايش اللي مع ابوه ايش اللي مع امه، مشاكل بقى اسريه ودوت ابوه ما بيسالش فيه وده امه ما بتسالش فيه. طب ما هم من الاول هدوا الامور عشان الدنيا تمشي. فللحما يا اختي كوني عارفه ان خلاص ابنك برك ما شاف واحده وقرر ان هو يجوزها وانتي ساعدتيه وقفتي جنبه، او حتى هو ساعد نفسه وبنى بيت، اني خلاص دورك معاه مش انتهى، بس يعني بقى ليكي بعض التحكمات، لان دور الام عمره في الحياه ما بينتهي. طول الوقت تبقي عايزه تشوفي وتهتمي وتعرفي وتطمني، بس علشان تطمني، يعني انت عشان تساعدي علشان الدنيا تمشي وبيت ابنك يفضل مفتوح، مش طول الوقت تبقي موجوده علشان تخربي بيت ابنك وتخليه دمار. ونفس الكلام للحما الام، لما دايما تودي بنتك بيت حتى لو مش عايشه في بيت عيله وعايشه في شقتها لوحدها منفصله منعزله، كوني ليها الام اللي دايما تخليها قاعده في سكون في بيتها. مش هو بيعاملك كده ليه، هو بيعمل فيكي كده ليه، لا يا حبيبي بنتي، لا يا حبيبي يا قلبي، لا ده ابنك، ابنك اللي خد بنتك، تحطيه كده في حضنك وتطبطبي عليه ومزعلك في ايه يا حبيبي. طول لما هو هيلاقيكي ام حنينه فدايما مشاكله مش هتطلع الا ليكي، الحقي يا ماما عملت كذا كذا يرضيكي. فمع الحب ما بينكم كأسرة، كأم من هنا وأم من هنا، مش هنقول بقى لا حما ولا حما، هنقول أم وأم، والاتنين أمهات، والاتنين أمهات. والحما أم الولد ما تزعلش إن ابنها بيقول لأم مراته يا ماما، ما يقول لها يا ماما، إيه المشكلة؟ ما هي أم برضه. مش فاهمة أنا ليه إذا كانت الأم مرات أم البنت أو أم الولد يزعلوا قوي لو ضناهم ابنهم أو بنتهم قالوا لحمواتهم يا ماما، تزعلوا ليه؟ ما تزعلوش، ما هي فعلا إذا كانت دي أو دي فأم. فأرجوكم خدوا بالكم من الأم، وأرجو لكل أم سواء أم البنت أو أم الولد حطوا إيديكم في إيد بعض لصلاح بيت أبنائكم، لعمار بيت أبنائكم، وعدوا وهونوا وقفوا بالكلمة الحلوة وبان انتوا تحلوا، ما تعقدوش الامور. يا رب الدردشة بتاعتنا تكون عجباكم، ويا رب على الاقل نقدر يكون حد فيكم استفاد ولو حاجة بسيطة، اذا كانت ابنة او اذا كانت حما مرات ام الابن او ام البنوتة. يا رب يجعل كل ايامكم سعادة وخير وهنا، عيشوا عشان الدنيا مش مستاهلة كل اللي احنا بنعمله، في الاول وفي الاخر دنيا بنعيشها وفي الاخر نموت على سلام بقى، ونموت واحنا كويسين، ونموت واحنا ناس داعين لنا، ونموت واحنا علاقتنا بكل اللي حوالينا حلوة، ولا نموت واحنا مدمرين الدنيا حوالينا. يا رب يسعد ايامكم جميعا. اشكركم جدا جدا، كنوز سهام منصور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.